البخمرون كينتشر بسرعة وكيعرف ارتفاع كبير في الأشهر الأخيرة، حيت زادت الحالات بأكثر من 20,000 إصابة مسجلة. والرقم الحقيقي يقدر يكون أكثر، حيت ماشي كلشي كيتم تشخيصه. وكيفاش كينتقل؟ الفيروس كينتقل بسهولة كبيرة، حيت الرذاذ اللي كيخرج من الفم أو أنف الشخص المصاب وقت العطس أو السعال كيقدر يبقى في الهواء لساعات. وباش تكون على بال، حتى السطح اللي كيهبط عليها الرذاذ كتولي معدية. وفترة العدوى هي من 4 أيام قبل ما يبان الطفح الجلدي، وحتى 4 أيام من بعد. يعني خاص الحذر كبير في التعامل مع شخص مصاب. شنو هي الأعراض اللي خاصك تنتبه ليها؟ الأعراض ديال الحصبة كيبانوا بعد 10 أيام إلى 14 يوم من التعرض للفيروس، وكتشمل الحمى، كيبدا عادة بدرجة حرارة خفيفة أو متوسطة، السعال الجاف، سيلان الأنف، التهاب الحلق، التهاب العينين الملتحمة، بقع كوبليك وهي بقعة بيضاء صغيرة فيها شوية بزرقة في الفم، طفح الجلدي كيبدا من الوجه وكيزيد ينتشر على باقي الجسم. هاد الأعراض كتبدا خفيفة ولكن كتزيد مع الوقت، خاصة مع الزيادة في الحمى وانتشار الطفح الجلدي. الحل الوحيد باش نحميو راسنا ووليداتنا هو التلقيح. اللقاح آمن وفعال وكاين منذ أكثر من 40 سنة. الجرعة الأولى ضروري ياخدها الطفل في المركز الصحي وهي مجانية، والجرعة الثانية تقدر تشريها من الصيدلية ب150 درهم فقط. من الضروري أن أولياء الأمور يتأكدوا أن الأطفال ديالهم خداو الجرعتين حتى لو كانوا فوق 12 سنة، باش يحافظوا على صحتهم ويحميوهم من المرض.